يا سلام على جمال وحلاوة طاجن الكبد والقوانص بالبطاطس والليمون. تحفة، جربوه هيعجبكم كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، صلاة وقوة ومدد تحمي بها الروح والجسد ولا يقدر بها علينا أحد، وتحفظ بها الأهل والولد، وتعيذنا بها من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والرضا على كل حبايبي ومتابعيني اللي شرفوني في قناتي واللي لسه كمان هيشرفوني. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما ابدا الفيديو بفكركم دايما بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب، فعلوا الجرس الكل عشان كل ما انزل حاجه جديده يوصل لكم بها اشعار جديده على خير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض طاجن تحفه هتدمنوا اكله. انا عملت معاكم كبده كتير باشكال مختلفه. هنعمل الكبد والقوانص بالبطاطس والليمون في حته تانية خالص، طاجن روعه. يلا نقول مكوناتنا على بركه الله. عندي هنا كيلو من الكبد والقوانص، غسلته كويس جدا جدا بالدقيق والليمون والملح وظبطته تظبيطه بسم الله ما شاء الله زي الفل اهو. عندنا هنا بطاطس هنحمرها نص تحميره. عندنا ليمون لان الطاجن بتاعنا بالليمون والبطاطس. عندنا عصير طماطم. عندنا هنا شبت على بقدونس، بصل مبشور، طماطميتين متقطعين بالشكل ده. عندي هنا فلفل اخضر، زودي الوان زي ما انت عايزه، فصين مدقوقين كده من الثوم. وعندي هنا التوابل. يلا نقول بقى على كميه التوابل اللي عندنا، هي بسيطه بس حلوه جدا وهتدي طعم حلو. عندي هنا بابريكا، كمون، سنه صغيره من الشطه، وعندي ملح وكركم وجنزبيل، سنه زعتر، ودي كمون على كزبره. يعني توابل مشكله مع بعضيها، حابه تحطي كمون مع كزبره بس مفيش اي مشكله. دي كل التوابل بتاعتنا. يلا بينا بقى على البوتاجاز عشان نشوف هنكمل الفيديو بتاعنا ازاي. كل اخواتي وحبايبي صلوا على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. عندنا هنا طاسه حاطين فيها زيت، هننزل هنا بالبصله. هنشوح البصله نص تشويحه. البصله كده معايا اتحمرت، هنزل عليها بالثومه. ومعايا الصينيه اللي انا هحمر فيها البطاطس نص تحميره، هنزل كمان بالفلفل. طبعا انا هنا رش الكبده لوحدها والقوانص لوحدها عشان هشوح القوانص، عشان طبعا زي ما انتم عارفين هي بتاخد وقت السوا. تمام. طيب احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنا هننزل البطاطس. احنا ممكن نشوحها مع الحاجات اللي هنا دي، لو انت حابه شوحيها مع المكونات دي، بس انا حابه ان انا اشوحها لوحدها كده بتديني طعم احلى. فبس هنشوحها نص تشويحه بس. هنزل هنا بالقوانص اشوحها مع البصل والفلفل في الاول. ننزل هنا كمان بالتوابل. عصرة ليمون في الاول ونخلي النص التاني شويه كده، ده اللي هيديني الطعم المزز، طعمها بيبقى حكايه. حط كمان كده رشه من الخضره، شبت على بقدونس على كزبره، تديكي طعم وميكس حلو جدا جدا. اشوحهم نرجع نكمل الفيديو مع بعض. الله على الريحه اللي طالعه، تحفه رهيبه. ميكس المكونات مع بعضها مع الليمون والفلفل والبقدونس والخلطه حكايه. جربوها مش هتندموا ابدا. طاجن روعه.
بقى في المرحله دي هننزل هنا بالطماطم المتقطعه. انا بقول لكم على الخطوات المظبوطه اللي هتطلع لكم الطاجن ادمان في الطعم الصراحه. بصوا بقى كده خلاص شوحنا دول. هننزل هنا بالكبده. بسم الله. كده الكبده مش هتتهري معاكم وهتبقى حلوه، مش هتبقى مفتته، هتبقى معاكي زي الفل ان شاء الله. هنشوحهم برضو تشويحتين كده، نرجع نكمل الفيديو مع بعض. كل اخواتي وحبايبي ما تنسونوش باللايك للفيديو، الله يخليكم. اللايك بيرفع الفيديو، وحضراتكم دايما تنسوني بالفيديو، الا يعني الناس اللي احنا بنحبهم كتير وبيحبونا كتير دايما مش بينسوا اللايك. فيلا يا كل اخواتي وحبايبي انزلوا حطوا لايك للفيديو. كل اخواتي وحبايبي رجعنا نكمل الفيديو مع بعض. احنا كده حطينا الكبده اخر حاجه وقفنا فيها مع بعض، بنشوح فيها بالشكل ده. شوحتها شويه لان اصلا هي كده كده لسه هتغلي في الطماطم وكمان هتدخل الفرن، فكده بالنسبه لها تمام. في المرحله دي احنا هننزل هنا بالبطاطس اللي احنا حمرناها. وننزل بجزء من نص الليمونه اللي احنا كنا سايبينه، هتفرق معاكم كتير جدا جدا في الطعم. وكمان شويه البقدونس والكزبره والحاجات اللي احنا كنا سايبينها. الله على الجمال والريحه. بس كده المرحله دي هننزل هنا بالطماطم، وهنسيبهم بقى مع بعض كده ياخدوا ويدوا بشكل ودي. في المرحله دي لغايه ما يغلوا انا هعمل رز. لو انتوا حابين تاكلوها بالعيش مفيش اي مشكله، لكن جنب طبق رز كده بشعريه يا سلام تحفه. سيبها تغلي، نرجع عشان نحطها في الطاجن بعد ما تغلي. ورجعت لكل اخواتي وحبايبي بعد ما حطيت الصلصه في الكبده بالشكل ده. شايفين الجمال؟ بصوا فاضل لها كده الربع ساعه اللي احنا هندخلها فيها الفرن. بس كده تمام. هنقفل عليها هنا ونفضيها بقى في الطاجن. الله على الريحه، روعه روعه. هنحطها كده في الطاجن اللي احنا هندخله الفرن، او ممكن تدخليها زي ما هي كده بالصينيه بتاعتها، اللي يريحك اعمليه. يلا بينا بقى على الفرن، نرجع نكمل الفيديو مع بعض ونقدمها ان شاء الله. كل اخواتي وحبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. خرجنا الطاجن من الفرن بالشكل ده. الريحة رهيبة رهيبة، جربوه هيعجبكم كتير. طاجن كبد وقوانص بالبطاطس والليمون في القلب، روعة. يلا بينا. عملنا طبق رز كده بشعرية حلو جدا جدا، هتغمزيه او تحطي بالشكل ده مفيش اي مشكلة خالص. بصوا الجمال، شايفين الطعام؟ يلا بقى بسرعة قولوا ايه رأيكم في الفيديو، جربوه. لو عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقة، لايك للفيديو، شرفوني بالاشتراك في القناة، فعلوا جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. ألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقابل بفيديو جديد على خير إن شاء الله.